بيبدأ فيلمنا باتنين محبوسين جوه أوضة ضلمة ومش عارفين بيعملوا إيه هنا. فجأة بيشتغلوا النور وبيلاقوا جثة في النص. الجثة دي بيكون معاها مسدس. اتنين بيكونوا مربوطين بسلاسل من رجليهم. حاولوا يفكوها ولكن ما بيعرفوش. بيلاقوش في المكان ده إلا ساعة، ولما بيدوروا كويس بيلاقوا في هدوم كل واحد فيهم ظرف، والظرف اللي مع كل واحد فيهم بيكون مكتوب عليه اسمه. ده آدم وبيلاقي في الظرف بتاعه شريط كاسيت، وده الدكتور وبيلاقي برضه في الظرف بتاعه شريط كاسيت ورصاصة ومفتاح. الدكتور افتكر إن ده المفتاح اللي بيفتح السلاسل اللي مربوطين بيها. بيحاول يفتح السلاسل ولكن المفتاح بيطلع مفتاح حاجة تانية فبيرميه. ودي بتكون أكبر غلطة عملها. ليه؟ هتفهم في آخر الفيلم. بيدوروا تاني وبيلاقوا مشغل كاسيت مع الجثة اللي على الأرض. بيجيبوه ويحطوا فيه الشرايط اللي لقوها. آدم لما شغل الشريط بتاعه حد بيقول له ما تقلقش، انت كده كده مش هتخرج من هنا غير وانت ميت. ده الدكتور بيحدف لآدم الشريط بتاعه علشان يشغله. لما شغله لقى حد بيقول انت كنت بتضحك على الناس وتقول لهم ان عندهم سرطان علشان تكسب من ورا العلاج بتاعهم، وكنت بتقتل حد كل يوم بانك تقول له كده، وكنت بتقتلهم من الرعب بانك تقول لهم كده. علشان تخرج من هنا لازم تحرر نفسك وتجيب المسدس اللي مع الجثة وتقتل بيه آدم، وده كله لازم يكون قبل الساعة 6. ولو ما عملتش كده قبل الساعة 6 مراتك وبنتك هيتقتلوا. لما بيعيد الشريط تاني بيلاقيه بيركز على كلمة قلب. بيتنهم يدوروا في المكان لحد ما بيلاقوا حاجة مرسوم عليها قلب. لما بيفتح بيلاقوا مناشير. افتكروا ان بيها يقطعوا السلاسل. وبعدها الدكتور فكر شوية وعرف انها مش لقطع السلاسل، دي علشان يقطعوا بيها رجليهم. بيلاقيه في اخر التسجيل بيقول له افتكر اخر جريمة انت عملتها. نروح في حتة تانية وبنلاقي نفس الشخص اللي حابسهم حابس حد تاني برضه. الشخص التاني ده محبوس في قفص ومرشوش عليه مادة قابلة للاشتعال هتشتعل في وقت معين، فهو لازم يلاقي المفتاح بتاع القفص اللي هو فيه ويفتحه ويطلع قبل المادة دي ما تشتعل. بيقعد يدور على المفتاح للقفص اللي هو فيه ولكن ما بيلاقيهوش وبيتحرق. نرجع لآدم والدكتور. الدكتور بيفتكر انه كان نصب على شخص من اسبوعين وقال له ان عنده سرطان، وده السبب في ان الشخص ده ينتحر. بيفتكر ان في اليوم ده بعت له شريط عليه فيديو لواحده صوت على بقها جهاز لازم تفتح الجهاز ده في وقت معين، وتلاقي ان في علامه اكس على جثه حبيبها وبالتحديد على بطنه. تفتح بطنه وبتلاقي مفتاح وبتفك بيه الجهاز ده. بعدها الدكتور بيقول لآدم انهم لازم يدوروا على علامه اكس. آدم بيلاقي مرايه فبيكسرها وبيلاقي وراها الكاميرا اللي بتراقبهم. نرجع للشرطه واللي لاحظت غياب الدكتور علشان هو مختفي بقاله كام يوم، فهم بدأوا يدوروا عليه. بعدها شخص غامض بيبعت لهم رساله فيها عنوان بتاع مكان كان فيه حريق من يومين. فبيروحوا المكان وبيدخلوه بيلاقوا دميه. داخل المكان راجل متكتف وحوالينه شنيورين. بعدها بيلاقوا حد في المكان وبيشغل الشنيور اللي جنب الراجل. كده المحققين قدامهم حل من اتنين، يا يروحوا ورا الراجل اللي لقوه في المكان، يا اما يستنوا وينقذوا الراجل اللي هيموت. واحد من المحققين بيحاول يفتح القفل باي طريقه ولكن ما بيعرفش، والتاني بيروح ورا الشخص اللي لقاه في المكان. كأنه بيكون مستخبي وبيطلع يقتل المحقق اللي بيحاول فتح القفل، والتاني بيدوس على خيط بالغلط فبتطلع سكاكين وبتقتله. رجع للدكتور وآدم واللي لقوا العلامه في مكان في الجدار. بيكسروه وبيلاقوا صندوق فيه تليفون وسجاره. بيجيله رن على التليفون وحد بيقول له لو عايز تقتل آدم عوص السجارة دي من الدم اللي موجود على الجثة واديها له. ولكن الدكتور بيطفي النور وبيقول لآدم على الحوار كله. بيقول له انه هيمثل انه عصر السيجارة وهيديها له علشان يشربها، وبعدها هو يمثل انه اتسمم وهيموت. بعدها عملوا كده فعلا، لكن الشخص الغامض بيكون عارف انهم عملوا كده فبيكهرب آدم وبيعرف اللي هم عملوه. ده بيجيله اتصال تاني من مراته وبتقول له ان آدم عارف كل حاجة عنه. الدكتور بيواجه آدم بالحقيقة وبيقول له انه كان مراقبه من يومين، فجأة لقى نفسه معاه هنا. ده الدكتور بيقول له ان ده كله بسببك، مراتي وبنتي في خطر برضه بسببك. ما بيبصوا للصور اللي على الارض بيلاقوا صور لزاك، وزاك ده شخص كان الدكتور سبب انه يدخل مستشفى الامراض العقلية وهو اصلا ما عندوش اي مرض عقلي. الساعة 6 بتيجي وبيكون الدكتور لسه ما قتلش آدم. لما الشخص الغامض بيجي يقتل مرات الدكتور بتعرف تفك نفسها وبتاخد منه المسدس. بتهدده بيه وبتتصل بالدكتور. الشخص الغامض بيستغل انها بتكلم الدكتور وبياخد منها المسدس تاني. هنا بيظهر محقق تالت وبيهدد الشخص الغامض. الشخص الغامض بيهرب والمحقق بيطارده، وهنا الدكتور قرر انه يقطع رجله. نرجع تاني للشخص الغامض والمحقق. الشخص الغامض ضربه بالنار وبكده مات المحقق. نرجع تاني للدكتور اللي قطع رجله وخد المسدس وضرب آدم بالنار. يطلب من الشخص الغامض انه يخليه يمشي ويسيب مراته وبنته، وهنا بيوصل الشخص الغامض وبيطلع زاك، وزاك بيقول له انه اتأخر عن الوقت ولازم يموت، لكن الدكتور بيغفله وبيضربه بحجر لحد ما يموت. ده بيكتشف ان آدم لسه عايش فبيقول له انه هيروح يجيب حد علشان يساعدهم، ولكن بيلاحظ ان في كاسيت في جيب زاك. لما بياخده بيلاقي ان زاك مش هو السفاح، وان السفاح نفسه هو اللي طلب من زاك انه يقتل مرات الدكتور وبنته وبعدها يروح يقتل الدكتور، وان السفاح ادى لزاك سم بطيء المفعول وادى برضه للدكتور نفس السم ده. ان المفتاح لصندوق الترياق هو المفتاح اللي لقاه في الاول ولكنه رماه. بعدها بيموت الدكتور وبيطلع ان السفاح هو الجثه اللي مرميه على الارض. بيخلص الفيلم على كده. الفيلم ليه كمان 3 اجزاء، لو عاوزينهم اكتبوا في الكومنتات. ما تنساش تعمل لايك للفيديو واشتراك في القناة وفعل جرس الإشعارات عشان يوصلك كل فيديوهاتنا اللي جاية. سلام.